سوف نقتحم هذا المعتقل. وصدقونا لن تتوقف هذه الاحتجاجات إلا بعد أن يستجيب النظام المغربي لمطالب الشعب العادلة. اليوم حركة بركة شاركت في الدار البيضاء في الوقفة التي ندت لها تنسيقية 20 فبراير صباحا، والآن نشارك في الرباط بكثافة لنقول دائما بارك من الفساد، بارك من الاستبداد. انا كمواطنه كنخرج كنحتج لان كاين غلاء الاسعار، كاين حق في السكن ما متوفرش، كاين حق في التعليم، كاين البطاله، كاين مجموعه المشاكل اللي كنعتبرها انايا يعني ان الدوله فعلا ما برهناتش على انها على حسن النيه ديالها في انها تحقق هذه المطالب، وبالتالي بما ان المطالب باقا ما تحققاتش فمن حق الشعب المغربي انه يخرج ويندد ويعبر. شباب حركة بركة اليوم تيخرجوا في هذه المسيرة الجماهيرية في حي يعقوب منصور بمدينة الرباط باش يأكدوا على استمراريتهم في النضال حتى تحقيق جميع المطالب، وبالتالي خرجنا اليوم هو إشارات واضحة وقوية للجهات المعنية باش أنها خصها تعجل في إصلاحات حقيقية وعلى رأسها تصفية كاملة لملف الاعتقال السياسي وتنقية وإبعاد كل المفسدين، كل رموز الفساد من محيط الدولة ومن محيط القصر الملكي، باش الشعب المغربي يتاكد بان البلاد ديالو غاديه في مسار الاصلاح والديمقراطيه، وباش فعلا السلطه الدستور المقبل يكون فعلا دستور حقيقي كيعبر على ان السلطه رجعت للشعب وما بقاش بيد المخزن. بركه من الزنزانات بركه من الزنزانات زيدونا في الجامعات. إلى حدود اللحظة ليس هناك ما يدل على وجود إرادة حقيقية في الإصلاح. الإجراءات التي اتخذت غير كافية ولا تبني الثقة. نحن اليوم في حاجة إلى إجراءات لبناء الثقة، ومن أبرز هذه الإجراءات أولا إطلاق سراح كافة المعتقلين المظلومين، إبعاد كل المفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مراكز القرار السياسي والأمني. هناك أيضا قضية إلغاء كافة المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان وغيرها من إجراءات. سنظل ننزل إلى الشارع مؤازرين لهذه الحركة المباركة حتى تتحقق بإذن الله كل هذه المطالب. الشعب يتحرك اليوم بقوة ليقول بأن ساعة الحقيقة دقت، وعلى المسؤولين أن يتحركوا بجدية ويتعاملوا مع مطلب الشعب المغربي بكل مسؤولية قبل أن يفوت الأوان. نحن كمعتقلين سياسيين خرجنا يعني من وراء القضبان اللي نلتحق بالجماهير الشعبية لنقول بأن التغيير مطلب شعبي ويجب أن يتحقق، وشكرا لكم. استمرار النزول اعتقد مرتبط بالضمانه اليوم القويه التي نتوفر عليها في جو فيه جيوب تقاوم الاصلاح ولن تدعم خطوات الاصلاح والتحديث. اعتقد استراتيجيات النزول الى الشارع والتظاهر والاحتجاج هي في قلب المطلب الاصلاحي المدعم للخطوات الاصلاحيه. نريد اسقاط الفساد، الشعب يريد اسقاط الفساد، الشعب يريد اسقاط الفساد، الشعب يريد اسقاط الفساد. فلوس الشعب فين مشات موازين الحفلات؟ فلوس الشعب فين مشات موازين الحفلات؟ فلوس الشعب فين مشات موازين. اعتقد بان مهرجان موازين ليس بمهرجان فني عادي كما هو سائر المهرجانات، هو مهرجان
يعني تعبأ له كل إمكانيات الدولة. يجب وقف مثل هذه المهرجانات لأنه مهرجان غير طبيعي، والغرض منه هو التحكم في الشأن الثقافي المغربي. خصكم تعرفوا باللي التوانسه الغاو جميع المهرجانات ديال 2011 لانهم كيقولوا هذا الوقت ماشي ديال الضحك، هذا وقت المقاومه، هذا وقت النضال ماشي الديمقراطيه. كندعيو كل الشعب المغربي يتجند ويتعبأ، والحاضر يبلغ الغايب، والشاب يبلغ الشارف، والكبير يبلغ اللي حداه بان المغاربه رافضين الموازين. واليوم غنعلنوا على البرنامج ديالنا النضالي الحضاري، ولكن الا اضطرينا، كنقول الا اضطرينا غادي نحتلوا المنصات وغادي نجريو على هاد الناس. نواصل احتجاجنا حتى يكون الدستور المقبل دستور الشعب، ماشي دستور الهمة ولا دستور المجيدي ولا دستور العمالي ولا دستور الشلابية. لا للدساتير في غياب الجماهير، لا للدساتير وفي غياب الجماهير.